أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر أخا عاد إذا انذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتافكنا عن آلهتنا فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد مكناهما في ماء مكناكما فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا
سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب
حتى إذا أثخنتموهن فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسى لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، في حصة هذا اليوم نتناول الربع الثاني من الحزب 51 في المصحف الكريم، وفي هذا الربع يوالي كتاب الله إمداد رسوله الأعظم عليه السلام بأخبار من سبقه من الرسل وأخبار من سبق أمته من الأمم، وهو إذ يستعرض أمام رسوله هذه الأخبار يثبت قلب رسوله على الحق كما يثبت قدم رسوله في محاربة الباطل وأهله، وإذ يستعرضها أمام مشركي قريش ينذرهم بعاقبة الإنكار والجحود ويحذرهم من الإصرار على معارضة الرسالة الإلهية التي هي خاتمة رسالات ومن الوقوف في وجهها، ويذكرهم بالهلاك والدمار الذي أصاب قوم آخرين سبقوهم وهم من نفس جنسهم ومن جيرانهم الأقربين. وفي هذا السياق يتناول كتاب الله قصة هود عليه السلام وقومه عاد، فيذكر نوع الدعوة الإلهية التي دعا إليها جميع الأنبياء والرسل، وهي الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ثم يحكي كتاب الله الرد الذي قابلت به عاد دعوة هود عليه السلام، وما تضمنه هذا الرد من شك وتكذيب وعناد وسوء أدب، وما احتوى عليه من تحدي لقدرة الله رغما عن أنه القاهر فوق عباده. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، أي لتصدنا عنها، فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أي فأتنا بالعذاب الذي تنذرنا به من عند الله. ويتصدى هود عليه السلام لجواب قومه، لكن جوابا خاليا من الادعاء والتطاول على الله. قال إنما العلم عند الله، أي فهو سبحانه الذي يعلم متى يذيقكم العذاب، وأبلغكم ما أرسلت به
ولكني أراكم قوما تجهلون أي تصرون على الجهل بوحدانية الله وقدرته، وتردون على دعوة الله الموجهة إليكم ردا غير لائق ولا جميل. ويمضي كتاب الله في وصف ما آل إليه أمر عاد في النهاية، إذ تعرضوا لغضب الله جزاء عنادهم وإصرارهم وتحديهم للقدرة الإلهية. فقد نقلت الروايات أن عادا أصابها الحر الشديد، وطال عليها عهد الجفاف والجدب، واحتبس عنها المطر، حتى أصبحت جميع الأنظار فيها تتطلع نحو السماء تنتظر تصريف الرياح وتسخير السحب بالغيث النافع. فلما رأوا السحاب مقبلا ذات يوم على أوديتهم فرحوا واعتقدوا أنه سحاب غيث وإحياء لا سحاب هلاك وإفناء. لكن شدما كانت الخيبة عندما واجهوا الحقيقة، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. ولكن الحق سبحانه وتعالى الذي ينجز وعده بالثواب لمن يستحقه لا يخلف أيضا وعيده بالعقاب لمن تحدى أمره وتحدى رسله رغما عن توالي الحجج والبينات. وها هو لسان القدرة يعيد على أسماعنا في كتاب الله نفس الجواب الحاسم الذي تلقته عاد أشد ما تكون خيبة أمل، وكأنها تستمع إليه الآن. بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. ثم يصف كتاب الله مشهد الدمار والخراب الشامل الذي حل بعاد، فأصبحت أثرا بعد عين، ولم يبق من ذكرياتها إلا مساكنها خالية موحشة ينعق فيها البوم، فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. ويتعرض كتاب الله في أعقاب هذا الحديث إلى ما كانت عليه عاد من الذكاء والقوة، لكنها لم تستعملهما في مرضاة الله، إذ لم تستجب إلى دعوته فعاقبها وأخذها أخذا وبيلا. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقوله تعالى في بداية هذه القصة واذكر أخا عاد، إشارة إلى سيدنا هود عليه السلام نفسه، لكن كتاب الله ذكره هنا بصفته لا باسمه، إشارة إلى رابطة الأخوة التي كانت تربطه بقومه وتستوجب عطفه عليهم وحرصه على هدايتهم. وقوله تعالى إذ أنذر قومه بالأحقاف، إشارة إلى موطن عاد في جنوب جزيرة العرب بين اليمن وعمان. فقد قامت دولة عاد الأولى في جنوب الجزيرة العربية قبل ميلاد المسيح ب20 قرنا، وقبل الهجرة النبوية ب27 قرنا. والأحقاف جمع حقف، وهو الكثيب المرتفع أو الجبل المستطيل من الرمال. وقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر بأمر ربها، إشارة إلى أن الظواهر الكونية على اختلافها والريح من جملتها إنما هي كائنات مسخرة بأمر الله لا تتحرك
إلا وفق مراده طبقا لنواميس كونية معلومة، ولا تنفذ في الواقع إلا خططا إلهية مرسومة. ثم عقب كتاب الله على قصة عاد وما أصابها من الهلاك والدمار بآية أخرى تذكر مشركي قريش بما أصاب الأقوام الذين كانوا من حولهم عموما، وما حل بديار أولئك الأقوام من العذاب الشديد، وما نالهم من الخيبة واليأس عندما رأوا المعبودات التي كانوا يدعونها ويتقربون إليها بالقرابين عاجزة كل العجز عن إغاثتهم وإنقاذهم في وقت الشدة واليأس، وقد تخلت عنهم وتجاهلتهم لأنها في الحقيقة لا تملك لهم ضرا ولا نفعا. وذلك قوله تعالى: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون، أي والينا عليهم مختلف الآيات والقوارع واحدة بعد واحدة، عسى أن تؤثر فيهم هذه الآية إن لم تنفع فيهم الأخرى. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي فهل نصرتهم معبوداتهم عند احتياجهم إليها في وقت الشدة؟ بل ضلوا عنهم، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. والإشارة في قوله تعالى هنا ما حولكم من القرى هي إلى أقوام من العرب أيضا يشاركون مشركي قريش في نفس الجنس والسلالة، وهم عاد بالأحقاف وسبأ باليمن، وكلاهما في جنوب الجزيرة العربية، وثمود ومدين في شمالها بين الحجاز والشام، ولوط التي يمر ببحيرتها تجار قريش في رحلتهم إلى الشام. والمعنى المقصود من هذه الإشارة هو أن عاقبة الجحود والعناد واحدة بالنسبة للجميع، بالنسبة لغير العرب وبالنسبة لنفس العرب. وإذا كانت الآيات القرآنية تحدثت في مكان آخر من كتاب الله عن مصير فرعون وقومه في مصر البعيدة نسبيا عن جزيرة العرب، فها هي تتحدث الآن عن مصارع أقوام من نفس العرب قريبة من المشركين، بحيث يستطيعون أن يروا آثارها وأن يشاهدوا أطلالها وأن يروا أخبارها، عسى أن تكون الموعظة بمن هم من جنسهم وحول ديارهم أوقع في النفس وأعمق في التأثير. وكما سجل كتاب الله في سورة أخرى أن جميع المخلوقات تدين لله بالتسبيح والتنزيه، إلا أن البشر لا يفهمون تسبيحها، إذ قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. تحدثت الآيات الكريمة في هذا الربع عن نفر من الجن هداهم الله للاستماع إلى القرآن فأنصتوا إليه خاشعين، ثم ولوا إلى قومهم منذرين محذرين إياهم من ضلال المبين. وذلك قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، إلى آخر الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنه: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهم، فلما سمعوا القرآن وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر استمعوا إليه. وقال الحسن البصري: إنه صلى الله عليه وسلم ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله تعالى عليه خبرهم. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام آمرا له بالثبات على الحق والصبر إلى النهاية،
على تكاليف الدعوة ومتاعبها ومسؤولياتها وأخطارها، ضاربا له المثل بصبر أولي العزم من الرسل وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ليكون خامسهم وخاتمهم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. والآن ونحن نودع سورة الأحقاف المكية تستقبلنا سورة مدنية لا مكية يطلق عليها سورة محمد عليه السلام لذكر اسمه الشريف فيها، كما يطلق عليها سورة القتال لأنها تضمنت الإذن للرسول وصحبه بالجهاد في سبيل الله ردا لعدوان المشركين وحماية لحمى المؤمنين. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، وذلك قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.